تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض شوية حمام كده. بس بصوا عظمة، هقول لكم على في الفيديو ده على كل حاجة تخص الحمام. هقول لك ازاي الرز يطلع معانا مفلفل كده، ومدة التسوية، واللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده. وهنعمل من شوربته برضو طبق كشك. بصوا عظمة، يلا بينا اوريكم بقى عملت الطريقة ازاي. انا هنا جبت الحمام وغسلته حلو قوي. خلاص لازم نغسله حلو قوي، وقبل ما نجيبه من الراجل نقول له ايه يورقه، واحنا برضو نعيد عليه. خلاص نورقه يعني ايه؟ يعني يبقى في فرق كده ما بين الجلد والصدر بتاع الحمامة واحنا بنحشي. خلاص هنعمل له محلول النقع، عبارة عن ايه؟ معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الملح، ليمونة هندوبها في مية، ونسيب بقى الحمام كده بالكبد والقوانص حوالي من نص ساعة لساعة. شوفي انتي وقتك بقى. خلاص انا هنا كده سبته ساعة، هصفيه بقى. بصوا هنا انا بوريكم، بصوا لما نضغط كده من تحت ندخل المية تلاقيها اتنفخت كده، تبقى متورقة وعشرة على عشرة. هنسيبه بقى يتصفى كده تماما، لازم ينزل كل المية اللي فيه. سيبيه حوالي نص ساعة كده يتصفى من ميته، او ربع ساعة يعني. شوفي انت هيتصفى معاكي قد ايه. هنجيب بصلاية، هحط عليها معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، وندعك بقى البصلايه دي حلوه قوي، ونتبل بيها الحمام. تاخدوا احلى تطعيمه للحمام بعد الحركه دي. تتبلي بقى من جوه ومن بره كل حته كده في الحمامه، يبقى نتبلها بالملح والفلفل والبصلايه اللي انتوا شايفينها دي. بجد تحفه، وما بيبقاش فيه زفاره خالص، والحمام بيبقى التست بتاعه حلو قوي. خلاص تعالوا بقى نعمل الرز اللي هنحشي بيه الحمام. انا هنا جبت معلقه سمنه كده على زبده، ونزلت بالقوانص الاول حوالي دقيقتين كده 3، وبعدين نزلت بالكبده شوحتهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. هنزل ببصلايه كبيره كده، لان انا هعمل هنا 3 كوبايات من الرز. انا بحب الرز اللي ايه يعني الرز زياده شويه. خلاص هقلب كده البصلايه، انا لسه منزلتش باي حاجه، هي الكبد والقوانص والبصله. خلاص هدي بقى مكعب من المرقه كده، بيدي تست عالي جدا. وطبعا معلقه القرفه دي بتنقل الرز في حته تانية، يعني جربوا كده معلقه القرفه هتعجبكم جدا. وهنحط ملح وفلفل على قد كميه الرز بقى اللي هنعملها. يبقى حطينا ايه؟ معلقه قرفه، ملح وفلفل ومكعب مرق بس. انا ما بحطش بقى بهارات ولا كمون ولا اي حاجه، هو ملح وفلفل والقرفه ومكعب المرق بس. نزلت بقى ب3 كوبايات من الرز، طبعا غسلاهم حلو قوي. انتي بقى عايزه تنزلي اكتر، عايزه اقل، براحتك. شوفي انتي كميه الرز المناسبه اللي بتحبيها. انا بحب ازود شويه في الرز عشان بحبه ايه تحت الحمام كده زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو. هنزل بقى ايه، دول 3 كوبايات من الرز، نزلت ب3 من الميه. هو المفروض هياخدوا 4 كوبايات من الميه. هوريك الكوبايه ان انا هحطها امتى. خلاص هنزل كده بقى بالميه كده على الرز، وهسيبه بقى. هغطي دلوقتي واسيبه، قولي مثلا هسيبه 5 دقايق عقبال ما ايه يتشرب الميه دي. انا مش عايزاه يكون مستوي يعني. بصوا هنا كان فات 5 دقايق كده، قلبت اهو. اهو بصوا يعني همسك الرزايه كده هلاقيها دخلت مثلا في السوا بنسبه مثلا 50-60% كده. بصوا اهي لقيتيها كده بتدوب معاكي شويه، خلاص يبقى كده تمام. خدي بقى طبق كده، شوفي يعني ايه، قولي مثلا كل حمامية تاخد كبشة رز. انا خدت هنا كوباية، يعني مليت الطبق كده، ونزلت بقى ببقية المية علشان ايه اسوي الرز، المية اللي احنا قلنا عليها. خلاص وهنسوي بقى الرز ده على نار هادية بقى، نسيبه لغاية اما يكمل سواه تماما. وهنا لازم الرز نسيبه يهدى. ركزوا بقى في اللي انا بقوله ده عشان الحمام ما يفرقعش منك ويبقى حلو كده. لازم الرز ده نسيبه يبرد تماما، ما ينفعش نحشي الحمام بالرز يبقى سخن. هنحشي بقى كده من جوه البطن وهنحشي كده ما بين يعني ما بين الصدر وما بين الجلد بتاعه كده هنحشي. بس ايه كل لما هنحشي هنضغط يعني. بص انا هنا ايه حشيت، هروح ضغطه عشان ما تفرقعش مني وما تبقاش مليانه قوي يعني. ما تخافيش، ما تقوليش مثلا انها كده فاضيه، لا. اول ما بتنزل الشوربه بتتنفخ كده ولسه الرز هيكمل سواه، فهي هتبقى مظبوطه جدا. هنحشي كده بقى ايه، كل لما نحشي نبطط كده ايه بايدينا. لقيتيها بقى خلاص اتملت كده وبقت تمام. خلاص قفلي بقى. هنا بصوا هندخل، انا ولا هخيط ولا اي حاجه. انا هدخل كده، همسك الرجل كده ادخلها من تحت كده
هتدخل معانا بمنتهى السهولة. بصي اهي هحط الرجل هنا والرجل هنا وخلاص. هي اول ما هتنزل الشوربة هتروح قافلة على نفسها. حتى يعني عند الزور مش هوريكي وانا بنزلها في الشوربة، حتى عند الزور ولا هحط خلة ولا هخيط ولا اي حاجة. هي اما تنزل هتقفل. بصوا اهي اهم حاجة، ونتني ايه الجناح كده لورا معانا. اهم حاجة نبقى متبقاش مليانة قوي، يعني زي ما انت شايفاها كده. بصي تدوسي عليها كده تلاقيها متبططة كده. خلاص هي اول ما تنزل هتلاقيها ايه نفشت كده. خلاص هنعمل هنا بقى الشوربة عبارة عن ايه ملح وفلفل ولورا بس، ما تحطيش اكتر من كده. وهننزل بقى بالحمام كده، ولازم يبقى يعني خدوا بالكم لازم يبقى الحلة كبيرة، يعني ما تجيبيش مثلا حلة صغيرة وتكتمي الحمام، لا اديله مساحته كده واستفادي بالشوربة. الشوربة بتاعته خطيرة يعني بجد، الشوربة بتاعته عسل. هننزل بقى بكمية الحمام كده. بص انا هنا هوريكي اول ما نزلت اهي، بصي هتلاقيها بقى قفلت. يعني هجيب ده بقية الرز اللي انا كنت بحشي بيه. انا بحب احط رز في الشوربة، احنا بنحب الشوربة قوي. وكمان انا هعمل كشك. بصوا هنا هي هرفعها لك. بصي اهي قفلت على الزور. بصي اول ما نزلت قفلت الحمامة على نفسها من تحت اهو ومن فوق. تمام كده خلاص نزلناها كده. خدوا بقى بالكم التريكات اللي انا هقولها دي. اول حاجة هنحسب بقى نص ساعة بعد الغليان، نص ساعة بالظبط، ما تسيبيش نص ساعة و5 دقايق، هي نص ساعة بالظبط. وما نكونش مغطيين الحلة، يعني مواربينها كده، ما تغطيش الحمام قوي، يعني برضو ما تسيبهاش من غير غطا، بس في نفس الوقت ما تغطاش، يعني الغطا يبقى موارب كده. اول ما تحسبي كده على الوقت نص ساعة هتروحي رافعة الحمام. بصوا كان مستوي وتحفة ومفلفل من جوه، ومفيش ولا واحدة فرقعت ولا اي حاجة. بجد طعمه تحفة. جربوا الطريقة دي بجد بجد هتدوري عليها، واحلى مرة هتاكلوا حمام. خلاص انا هنا بقى هحمره. جبت حبة زيت كده على زبدة، عايزة سمنة براحتك، بس هنا الحمام كان بارد تماما. خلاص عشان ايه تبقوا معايا كده في كل حاجة. هنسيب الحمام لغاية اما يبرد خالص، عشان برضو ايه ما تفرقعش مننا ونتلاشى اي حاجة. هنسيبها لما تبرد وبعدين ايه هنحمرها. وخلاص كده كنا حمرناها بقى. تعالوا نعمل مع بعض طبق كشك عظمة بجد تحفة، يعني من احلى المرات اللي عملت فيها كشك. هجيب 2.5 معلقة من الدقيق كده، عشان انا هعمل الكيلو لبن مرة واحدة، فهحط 2.5 معلقة من الدقيق كده وندوبهم في كوباية لبن. وهنا ده الزيت اللي انا حطيته، ده اللي انا حمرت بيه البصلاية. يعني انا حمرت البصلاية والزيت اللي فاض منها حطيته كده على الشوربة كده واللبن، وحطيت كيلو من اللبن. خلاص يبقى هنا دي شوربة الحمام، حطيت عليها كيلو من اللبن و2.5 معلقة من الدقيق يعني قولي 2-3 كده من الزيت اللي حمرت فيه البصلاية اللي بتتحط على وش الكشك. وهنا طبعا كنت حمرت الحمام والرز بقى انا عايزه افتح لكم بس الحمامه كده واوريكم هي قد ايه مفلفله وتحفه ومستويه. بصوا على الشعره، يعني السوا بجد 10/10. ما تسيبوهاش اكتر من نص ساعه يا جماعه. وهنا ده الرز اللي احنا سويناه بقى لوحده كده. بصوا مفلفل وخطير. وطبق الكشك عظمه بجد. جربوا الطريقه دي هتدعولي عليها. وبس كده حبايبي خلصنا فيديو